عيالك مدوخينك وما بياكلوش الفراخ، تعالى اقولك ازاي تخليهم ياكلوها. هعمل معاكي طريقه سهله وبسيطه جدا هتخلي عيالك ياكلوا معاك الفراخ. انا هنا لقيت معايا في التلاجة حته بانيه صغيره جدا، فقعدت افكر اعمل بيها ايه، فقلت نعمل بيها الفكره دي. هتخلي الاولاد معانا تاكل البانيه او تاكل الفراخ بتاعتنا. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض، ونشوف ايه هي الطريقة بتاعتنا النهاردة. هجيب بقى قطعة البانيه كده، هبتدي اقطعها معايا بالطول زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعت معايا الفراخ جبت معايا الطبق كده ونزلت عليه بمعلقتين خل. تمام. وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه تاني. انا هنا معايا التوابل بتاعتي هنا عبارة عن بابريكا، جنزبيل، قرفة، فلفل اسمر، آه، ملح، مرقة، بهارات، كاري. ادي كده التوابل بتاعتي، هنزل كده بالتوابل بتاعتي كلها. اهو. اقلبها معايا كده. انا هنا حاطه برضو معلقتين ميه. هنضيف لبن عادي، مفيش لبن مفيش مشكله. هنزل معايا هنا بمعلقه عسل. وابتدي بقى اقلب معايا برضو بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنزل بالفراخ بتاعتي وهقلبها واوريها لكم. انا هنا نسيت احط المرقه اهو. هقلبها بقى وارجع اوريها. بصوا انا هنا بعد ما قلبتها اهو، ده شكلها معايا. هدخلها التلاجة بقى وارجع اوريكم احنا هنعمل فيها ايه. انا هنا بقى هعمل الطبقه الايه الخارجيه بتاعتها. بصوا انا هنا معايا كوبايه دقيق، هنزل بكوبايه الدقيق معايا كده. تمام. هرش رشه ملح. هقلب بقى كده اهو. الفراخ اهو. تمام. الخطوه دي مهمه معانا. انا هعمل ايه بقى، هحط قطع الفراخ معايا في المصفى بالشكل ده كده، عشان انا عايزه القطع معايا هنا ما يبقاش فيها اي ميه او اي سوائل. بصوا انا حطيت معايا قطع الفراخ معايا بالشكل ده. هصفيها بقى من اي سوائل خالص. انا هنا بعد ما صفيتها نزلت بالفراخ معايا بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي بقى اعمل كده في قطع الفراخ معايا اهو. في الطبق معايا هقلبها كده تقليبه اهو كده اهو، واقوم حطاها برضو في المصفى معايا اهو. مش عايزين تعملوا خطوة المية دي ما تعملوهاش، بس هي الخطوة دي بتخلي الغلاف معانا حلو يعني. تمام كده خلاص، الخطوة دي خلاص مش عايزينها. انا بقى انا هنا بقى حاطه الزيت بتاعي على النار يكون سخن. هروح بقى احمرها وارجع اوريكم شكلها. ادي شكلها معايا اهو بعد ما خلصت. تحفه. دي اسمها فشار الفراخ. حاجه كده جديده، الاولاد هيحبوها جدا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المتابعه. استنوني في اكله جديده بوصفه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله.